في قلب القصر القديم، بين الشموع المطفية وريحة الدم اللي متعلقة في الهوا، اتولد سر عمره قرون. ناس بتقول فيكتور دراكولا أسطورة، وناس تانية بتقسم إنها شافته بعينيها. بس اللي أكيد إن اللي توتا وما جمش في حياته كل الحلو فاته. النهاردة ومع بعض هنفتح تاني صفحة من ليل اللعنة، وما ننساش نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسم الله نفتح الباب مع بعض. هزت راسها بقوة كأنها بتحاول تفوق من السرحان اللي هي فيه. رجعت تدور على فستان للملكة، ولما لقت واحد ابتسمت لرقته ونعومته، خدته ومشيت ناحية الملكة اللي كانت قاعدة على السرير. يلا يا جلالتك، قالتها أوليفيا بابتسامة بسيطة بتحاول تمثل الدور صح. افتكرت إنها زمان كانت دايما بتشارك في المسرح المدرسي وكانت بتعرف تمثل كويس. تالا هزت راسها وبدأت تساعدها تلبس الفستان، وفجأة سمعت صوت عالي في القصر: الأمير رجع! الجملة دي دوت في القلعة كلها، وبعدها على طول سمعت صوت الاحتفال. كانت أوليفيا واقفة جنب الملكة تالا اللي كانت متزينة بأناقة فخمة. أوليفيا بصت على حدائق القصر اللي مليانة خدم واقفين صفوف بيستقبلوا الأمير. قلبت عينيها بتأفف وهمست وهي متضايقة: يا باي، كل حاجة عندهم زيادة كده عن اللزوم. بس لسوء حظها الملكة سمعت كلامها وبصت لها باستغراب، وأوليفيا حست بالإحراج وبصت في الأرض في الوقت اللي كان داخل فيه حصان راكب عليه راجل قوي جدا، جسمه رياضي، لابس لبس رسمي وعباية كبيرة، وعلى وسطه حزام ماسك سيف ضخم عليه آثار سائل أسود نشف من زمان. كان هو الأمير فيكتور. نزل من على حصانه ومشي بخطوات ثابتة ناحية أمه اللي كانت واقفة مستنياه بشوق كبير، ووراها خادمتها أوليفيا اللي كانت منزلة راسها في الأرض. حبيبي، أهلا بعودتك، قالتها وهي فاتحة دراعاتها عشان تحضنه. وحشتيني قوي يا أمي، قالها فيكتور وبيحضنها بقوة. بس سمع وقتها صوت دقات قلب سريعة جدا. في الأول افتكرها دقات قلب أمه، بس بعد ثواني أدرك إن الصوت جاي من شخص تاني، نبض مختلف وغريب. تجاهل الإحساس مؤقتا، وبعد ما ساب حضن أمه ابتسم لها بهدوء وبص حواليه كأنه بيدور على حد. بتدور على إيه يا حبيبي؟ فين بابا؟ ليه مش هنا بيستقبلني؟ أوليفيا عقدت حواجبها من الاستفسار ده. انت عارف ان باباك اليومين دول بيسافر كتير، دلوقتي مع الوزراء بتوعه بيحققوا في موضوع قرية غريبة بيحصل فيها هجمات مش مفهومة. فيكتور عقد حواجبه باستغراب، بس قدر يقرأ أفكار والدته اللي كانت بتبصله بابتسامة وهز راسه ليها. اتحركت وهو ماشي جنبها، وأوليفيا كانت ماشية وراهم بتحاول على قد ما تقدر ما تبصش على فيكتور. نفسها قوي تشوفه من قريب، ومش عارفة ليه الإحساس الغريب اللي جواها ده، بس حاسة إنها عايزة تشوفه وتكلمه. كانت بتسرق النظرات ليه، شكله بجد جميل، أجمل من صورته اللي كانت في اللوحة، أطول من اللي كانت متخيلاه، وليه كاريزما كده ولباقة وهو بيتكلم مع والدته. جسمه شكله قوي ومنحوت بطريقة غريبة، وعينيه جميلة قوي فيها لمعة غريبة وهو بيتكلم معاها. بس وهو كان بيبص لوالدته وقف مكانه وبص في عين أوليفيا اللي اتسعت عينيها بدهشة، وبعدها بصت للأرض بسرعة. بص فيكتور للخادمة اللي عمالة تنزل راسها وتقول حاجات غريبة جوه دماغها. ليه وقفت يا حبيبي؟ اتكلمت تالا وهي بتبصله، بس لقت عينه على أوليفيا، قربت منه بابتسامة وحطت ايديها على كتافه. أظن إنك خدت بالك من أوليفيا، دي خدامتي الجديدة جاية من قرية نوراك. أهلا بيك يا أنسة أوليفيا في مملكتنا، أتمنى الإقامة هنا تعجبك. شكرا سموك. فضل فيكتور يبصلها عاوز يشوف وشها وهي ليه منزلة راسها كده. يسعدني ده، قالها بابتسامة هادية وكمل وهو ماشي جنب والدته ناحية أوضة الأكل. اتنهدت أوليفيا براحة. أنا كده هربت منه. اتحركت عينين فيكتور ناحيتها وهي ماشية وراهم. سمع اللي بتفكر فيه، بس رجع يركز مع والدته اللي كانت بتحكي له عن اللي حصل في غيابه في القلعة. اتنهدت أوليفيا براحة وهي بترمي نفسها على السرير آخر الليل. ياه على اليوم الطويل ده، نفسها تنام وتصحى تلاقي نفسها على سريرها المريح، وماكس القط الشقي جنبها وحشها قوي. رجعت تفكر في فيكتور
الشخصية اللي كتبت عنها في روايتها كان وسيم أكتر من اللي كانت متخيلاه. شخصيته قوية وعقله راجح، باين عليه إنه حكيم، بيفكر قبل ما يتكلم، وكمان بيحب والدته جدا. طبيعي يعني، دي أمه. نفخت بزهق، عايزة ترجع للعالم بتاعها، مش مرتاحة هنا ومش عارفة إزاي هترجع، بس أكيد هتلاقي طريقة. قامت من على السرير وخرجت من أوضتها. قررت النهاردة تحاول تهرب من القلعة وترجع للعالم بتاعها. أكيد في طريقة. مشيت بهدوء في القلعة بتدور على مخرج. عدت جنب شوية حراس مش بشريين، بس ما خدتش بالها إن هما شموا ريحة بشر. لفوا وراهم وشافوها بتتحرك بخفة. واحد منهم ندلها بصوت آمر: انتي رايحة فين؟ وقفت مكانها، حبست أنفاسها بتفكر في حجة، بس بسرعة افتكرت إن مصاصين الدماء بيقدروا يقرأوا الأفكار زي ما قالت لها الملكة تالا الصبح، فحاولت تخلي أفكارها كلها كذب. بصت لهم بتوتر وكل اللي بيدور في دماغها كلمة واحدة: الحمام. كانت هتتكلم، لكن الحارس اتكلم باعتذار: عذرا آنستي، من فضلك كملي طريقك. مفيش مشكلة. ابتسمت بخبث جواها وكملت طريقها لحد ما وصلت لبوابة القلعة الداخلية. كان واقف هناك حارسين. بدأت تدور على كدبة تقنعهم بيها، وابتسمت لما جات لها فكرة في دماغها. قربت منهم واتنحنحت عشان تلفت انتباهها. بصولها باستغراب. اتكلمت وهي بتحاول تتكلم بثقة: عذرا يا سادة، بس أظن إن أنا تهت في الطريق بتاعي. الأمير فيكتور قال لي أستناه في حديقة القلعة في شوية أمور كده لازم نتناقش فيها مع بعض، وفي سرية تامة على ما أعتقد. ابتسمت ابتسامة خجولة قدامهم عشان خاطر يصدقوها. ويا للمفاجأة الكبرى، فعلا صدقوها. واحد منهم شاور على طريق الحديقة: من هنا يا آنستي، ونتمنى ليكي ولسمو وقت ممتع. بصت له بضيق وهي مضيقة عينيها من كلامه، بس ما اهتمتش بعد كده. ابتسمت ليهم برقة وخرجت من القلعة. فاضل دلوقتي الباب الخارجي بس. همست بثقة وشجاعة: ما كنتش أعرف إن كلهم أغبياء للدرجة دي، بيصدقوا كده أي حاجة أقولها. إيه ده؟ صحيح، هو ده حل الرجالة دايما. مشيت بخفة في الجنينة وهي بتبص على الفرسان اللي محوطين القلعة من كل ناحية، وده باين من ورا أسوار الجنينة الخارجية، واقفين صف كامل. يوه، ليه كل حاجة هنا فيها مبالغة؟ سألت نفسها بضيق. في نفس الوقت فيكتور كان واقف في البلكونة بتاعت أوضته اللي بتطل على الجنينة، وكمان على منظر القمر اللي دايما بيحب يتأمله. اتنفس بعمق من نسمة الهواء اللي طالعة في الوقت ده، وبعدها رفع نظره ناحية القمر الكامل. ابتسم ابتسامة حزينة وهو بيتأملها، وبيفكر في البنت اللي يتمنى يقابلها، ومش عارف هي مين ولا فين ولا امتى هيشوفها، بس جواه يقين إن لما يتقابلوا هما الاتنين هيحسوا بحاجة غريبة. وبسبب إن سمعه قوي أخد باله من حركة خفيفة على الحشائش بتاعة الجنينة. بص لتحت ناحية الجنينة وكان هينادي على الفرسان، بس وقف لما لمح البنت اللي بتحاول تتسلل من غير ما حد ياخد باله منها. هز راسه باستغراب لأنها مش عارفة إن هما يقدروا يسمعوا حركة النملة. ركز معاها شوية ولقى إن أفكارها كلها كذب زي اللي قالته للفرسان من شوية. عينيه اتسعت بدهشة من كذبتها دي. أوليفيا كانت بتتحرك بخفة وسكوت في الجنينة بعد ما خرجت من القلعة من غير ما حد ياخد باله. اتنهدت براحة لما خرجت، بس أول لما كملت طريقها لقت الفرسان متجمعين حواليها وموجهين سيوفهم ناحيتها. بلعت ريقها بتوتر لما سمعت حد وراها بيتكلم: رايحة فين في الوقت المتأخر ده يا أنسة أوليفيا؟ لفت بهدوء وشافته الشخص اللي قابلته الصبح واللي وصلها بنفسه للملكة تالا. اسمه روبن. فقت من تفكيرها لما اتكلم روبن تاني واتكلم بنبرة حازمة: أنا مش هكرر سؤالي تاني، رايحة فين في الوقت المتأخر ده، ومش هسمح بالكذب المرة دي. أوليفيا عقدت حواجبها باستغراب من إنه عارف إنها كانت بتكذب على الفرسان قبل كده. فيكتور كان بيتابع اللي بيحصل بهدوء ومستني يسمع ردها هو كمان. جمعت شجاعتها واتكلمت بصدق: عايزة أرجع لبلدي. سكت روبن شوية وبيبصلها، وبعدها شاور للفرسان ينزلوا سيوفهم واتكلم بهدوء: انتي عارفة كويس ان الرجوع للقرية بيكون في الأجازات إلا في حالة استثنائية، ودي لازم تكون بموافقة الملكة تالا. لا، أنا ما كنتش أعرف كده، محدش قال لي حاجة. بصلها روبن واضح إن هو صدقها وده خلاها تتفاجئ أكتر. يبقى خلاص عرفت يا أنسة أوليفيا، يا ريت ترجعي لأوضتك تاني. اتنهدت بيأس وغمضت عينيها شوية، وبعدين رجعت تمشي ناحية القلعة بإحباط.
أما روبن فطلب من الفرسان إن هما يرجعوا لأماكنهم، وبعدها لف وبص لفوق لحد ما عينه قابلت عين فيكتور اللي كان بيبصله بهدوء. ابتسم روبن ابتسامة بسيطة وهو بينحني ليه، وفيكتور هز راسه ورجع تاني جوه الأوضة. أوليفيا راحت نامت على السرير بضيق وهي بتفكر، إزاي هخرج من الورطة دي؟ إزاي هرجع لبيتي ولحياتي والقط بتاعي والسرير الدافي؟ يا ترى ممكن لو نمت وصحيت تاني ألاقي نفسي رجعت؟ كبر الأمل جواها وغمضت عينيها باستسلام. وفي صباح اليوم اللي بعده، هاي انتي يا بنت، اصحي يلا! كشرت أوليفيا بضيق من الانزعاج، بس فتحت عينيها بذهول لما الصوت فضل ينادي، يا بنتي اصحي، اتأخرتي في النوم، ما ينفعش، الملكة هتزعل كده. انتفضت أوليفيا وبتبص للخادمة اللي بتصحيها بدهشة. بتبصلي كده ليه؟ قومي البسي هدومك بسرعة وروحي للملكة حالا. سابتها الخادمة ومشيت، وأوليفيا فضلت قاعدة مكانها مذهولة. للأسف لسه جوه الرواية، ولسه مش عارفة ازاي هتخرج منها. والأصعب من كده إنها مش فاكرة أي حاجة من اللي كتبته بنفسها، كأنها بقت واحدة من شخصيات الرواية وليها مصيرها اللي هي نفسها مش عارفة ايه هو. يا أمي قلتلك كذا مرة إن أنا مش عايز كده. ده كان كلام فيكتور قدام والدته بإصرار. ابتسمت تالا واتكلمت بهدوء، بس يا حبيبي أنا بدور على سعادتك. مسك وشها بإيده وبصلها في عينيها وابتسم بكل حب. أنا مبسوط كده، وبعدين أنت عارفة كويس إن أنا مش هقبل بأي بنت، في صفات معينة لازم تكون فيها اللي هتبقى مراتي. خلاص يا سيدي، كفاية كلام عن الموضوع ده. جالك خبر من أبوك؟ أيوة، وصلني النهاردة جواب بيقول لي فيه إن هو شن حرب على مملكة الملك ألبرت، عشان عرف إن هو اللي ورا مصاصين الدماء والمستذئبين المتمردين اللي قتلوا القرويين من كام يوم. هو اللي أصدر القرار بنفسه. إزاي ملك يقتل شعبه؟ مش عارف، بس اللي عملوا جريمة والملك فيلاد عاقبه عليها. وانت عارفة إزاي عمل كده؟ كان الضيق باين على ملامحها، لكنها انتبهت لما فيكتور كمل كلامه. الملك فيلاد في الأول كان فاكر إن الهجمات دي من جنسنا إحنا بس طلعنا غلطانين. محدش كان متوقع إن المستذئبين كمان يعملوا كده. الملك ده كان غالي على والدي قوي. عندك حق، بس انت عارف إن المستذئبين محتاجين والدك، في بينهم معاهدة سلام. مش كلهم يا أمي. احنا اتكلمنا في أمور المملكة ونسيت أقولك على حاجة مهمة. ايه هي؟ قدم لها ورقة كان مخبيها ورا ظهره واتكلم بابتسامة. النهاردة وصلتني رسالة ليكي من الملك فيلاد. تالا اندهشت وأخدت الورقة بسرعة وهي مبتسمة بسعادة، وبدأت تقرأ فيها بعشق. زوجتي العزيزة، اشتقت ليكي ولصوتك الدافي، اشتقت لذكرياتنا سوا. قرب ميعاد رجوعي، بس أنا ما قدرتش أمنع نفسي من التعبير عن اشتياقي ليكي. كان فيكتور بيبص لها وهو شايف سعادتها وحبها في عينيها، واتمنى من قلبه يلاقي حد يحبه كده. اتقطع شروده هو ووالدته لما سمعوا خبط على الباب، والباب اتفتح بعدها بثواني ودخلت أوليفيا وهي بتتكلم تلقائي من غير ما تاخد بالها إن فيكتور في الأوضة. أسفة على التأخير يا مولاتي، النوم غلبني سكتت فجأة لما عينيها قابلت عيون فيكتور اللي كان بيبصلها بدهشة، لكن ملامحه رجعت للهدوء من تاني. الشعور الغريب اللي حسه ده مش فاهمه. ليه مش قادر يبعد عينه عنها؟ ليه قلبه بيدق كده؟ وهي كمان كانت تايهة في عينيه، حاسة إن قلبها يخرج من مكانه من كتر ما بيدق. هل ده فيكتور؟ أجمل بكتير قوي من اللي كانت متخيلاه. فيكتور عقد حواجبه لما سمع أفكارها، بس الاتنين خرجوا من شرودهم على صوت تالا. كويس يا أوليفيا، جيتي في وقتك المناسب. حولت أوليفيا نظرتها بعيد عن فيكتور اللي لسه عينيه عليها كأنه في غفوة. قربت من تالا باهتمام. النهاردة والأيام اللي جاية عندنا شغل كتير لازم نخلصه، الملك فيلاد هيرجع قريب. خلصت تالا كلامها بسعادة وهي بتبص لأوليفيا واللي كانت شاردة في فيكتور تاني من غير ما تبصله، بس عارفة إن هو لسه مركز معاها. هاي يا بنتي مالك؟ سمعت اللي قلته؟ بعدها بصت تالا لفيكتور اللي لسه عينه على أوليفيا وهي بتحاول ما تبصش عليه. يا ابني، ها انت كويس يا حبيبي؟ أنا بخير، هسيبك دلوقتي. بس فيكتور على راسها وهو خارج بص طرف عينه على أوليفيا اللي كانت بصاله بشرود، وبعدها حول نظره وخرج من الأوضة. تمام، بقى عندي قايمة طويلة بحاجات كتيرة لازم نعملها من دلوقتي وطالع. خرجت أوليفيا من شرودها لما سمعت كلام الملكة تالا وبدأت تساعدها. فيكتور دخل أوضته وبدأ يدور في حاجته لحد ما لقى اللي كان بيدور عليه. كانت لفافة كبيرة فتحها، طلعت فيها رسمة لوش أوليفيا، وواضح إن الرسمة دي جديدة. فيكتور قعد على السرير يفكر إزاي شاف وشها.
الحلم الغريب اللي شاف فيه الوش ده. كان وقتها راجع القلعة بعد حرب دامت شهرين بينه وبين بنو جنسه المتمردين على المملكة، وفي ليلة رجعته وهو نايم في خيمته حلم إنه ماشي في أوضة طرازها غريب جدا، لحد ما شاف صاحبة الوش ده وهي بتبتسم وبتبوس قطة في حضنها. قلبه دق لما شافها. أهلا يا آنسة. بس واضح إنها ما شافتهوش، كملت طريقها ودخلت أوضة تانية. والغريب إنه كان بيتمنى المشهد يطول، بس بسرعة صحي قرر يرسم وشها عشان ما ينساهاش، لأنها سرقت قلبه بابتسامتها وكان عاوز يشوفها تاني. اتنهد فيكتور وحس إنه ممكن يبالغ، بس إزاي وهو مش قادر يتحكم في ضربات قلبه من ساعة ما شاف الخادمة دي في أوضة أمه. غمض عينه بقوة بيحاول يسيطر على نفسه، قفل اللفافة وحطها مكانها وخرج من الأوضة عشان يقابل شوية نبلاء من الممالك التانية ويتكلموا في شؤون التحالف، وكمان علشان يتسابقوا. وفي نص النهار خرجت أوليفيا من أوضة الملكة تالا وهي مرهقة، مش مصدقة قد إيه الست دي تعبتها في الشغل، ولا مصدقة كمان إنها قالت لها إن هم رايحين مملكة تانية بكرة عشان يشتروا حاجات. كانت ماشية بتأفف ومش واخدة بالها من اللي قدامها، فخبطت فيه ومسكها قبل ما تقع. خلي بالك. بصت له بعدم فهم، لقت روبن ماسكها فاتعدلت بسرعة وابتسمت بتوتر. انت كويسة يا أنسة أوليفيا؟ أنا بخير. واضح إن انت تعبانة. انت متأكدة إنك بخير؟ ما تقلقش، أنا بخير شكرا ليك. كانت لسه هتمشي لكنه وقفها. أنا كنت عايزة أتكلم معاكي شوية، تسمحي لي؟ تمام طبعا، قالتها أوليفيا بتوتر وخايفة يكون عارف عنها حاجة. شاور بإيده على الطريق اللي هيمشوا فيه ومشي جنبه وبدأ يتكلم. أنا آسف جدا على اللي حصل امبارح أنسة أوليفيا، انت عارفة ده شغلي وأنا مضطر ليه. هو ده بس اللي كان عايز يتكلم عنه؟ ده اللي أوليفيا قالته في سرها وهي حاسة بالراحة. عقد روبن حواجبه لكنها اتكلمت بسرعة. ولا يهمك، أنا عارفة واضح إن شغلك صارم شوية. ابتسم روبن بارتياح لكلامها وبصلها وقرر يطول الكلام شوية. تحبي تشوف الخيول؟ لازم تشوفيها، جميلة بجد، ولو حبيتي ممكن أعلمك تركبي خيل بعد كده. اتصدمت أوليفيا من طلبه، لأن آخر حاجة بتفتكرها عن الخيول إنها كانت صغيرة واتضربت جامد من خيل. وقتها أبوها كان بيعلمها الركوب، ومن ساعتها خلت أبوها يبطل يعلمها خالص بعد اللي حصل. سمعتيني؟ اتوترت شوية بس ردت بشجاعة مصطنعة، مش عايزة تبان غريبة عن العصر ده. أيوة سمعتك، يلا بينا. مشيت معاه لحد حديقة القلعة اللي فيها حظيرة الخيول. دخلت وهي مبهورة حرفيا بجمالهم، وراها روبن اللي كان بيبصلها بإعجاب. لاحظت إن في شوية خيول مش موجودين، بس سرحانها اتقطع لما روبن خلص كلامه مع واحد هناك. أنا آسف أنسة أوليفيا، في أمر ضروري محتاجني. آسف، كنت أتمنى أقعد أكتر. ولا يهمك، ردت أوليفيا بابتسامة وكملت جولتها في الحظيرة. بعد شوية قررت ترجع أوضتها عشان ترتاح. وهي خارجة شافت زهرة جميلة شدت انتباهها في ممر غريب. قربت منها تبص عليها وفجأة سمعت صوت قوي جاي ناحيتها. لفت بسرعة لقت شوية خيول راكبينها ناس جايين عليها بسرعة رهيبة. اتجمدت مكانها وهي شايفة الموت قدامها. بدأت تجري بخوف وعينيها مغمضة. اللي بيضحك بهدوء ويكتم غضبه خليك دايما واخد بالك منه. اللي بيكتم وبيغلي جواه، واللي بيغلي بينفجر في وشك وقت ما تطمن له. مش كل اللي ساكت مسالم، ساعات الهدوء ده بيبقى قبل العاصفة، زي مصاص الدماء قبل ما يهاجم. هادي وساكت بس عينه كلها جوع شديد. لو حسيت ان الليل نداك وان الحكاية سحبتك جوه ضبابها، اضغط اعجاب وشارك الرعب مع غيرك، واشترك في كل قنوات توتا وماجي وفعل الجرس واختار الكل، عشان الحكاية لسه مرتوتش والدم لسه دافي.